تعالوا نعمل النهارده مع بعض احلى طاسه كبده. بجد يا جماعه مش قادره اقول لكم كانت رهيبه قد ايه، حلوه جدا. هنعمل مع بعض النهارده الكبده الاسكندراني، هنعملها بطريقه سهله وبسيطه وهنعمل منها احلى سندوتشات. هنعمل كمان كبده متشوحه في الزبده البلدي، مش قادره بقى اقول لكم طعمها كان حلو قد ايه. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا، بس قبل ما نبدا ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. هنحتاج بقى في الوصفه بتاعتنا دي لنص كيلو من الكبده. هنبدا الاول بقى بالكبده الاسكندراني. ده نص كيلو من الكبده متقطع كده شرايح بالطول. عندي طاسه على النار ضفت فيها معلقتين كبار من الزيت، والزيت بتاعي هيسخن جدا. هنزل كده بالكبده بعد ما عصرت عليها كده عصير نص ليمونه، وقلبت كده الليمون في الكبده كويس جدا. زي ما احنا شايفين نزلت بالكبده في الطاسه وقلبتها تقلبتين اتنين بس. هجيب بقى معلقه كبيره من الثوم المفروم، هنزل بالثوم على الكبده وهشوح كده في الثوم شويه. واول ما ريحته بقى تطلع وتملى الدنيا كده، مش قادره بقى هنا اقول لكم الريحه كانت حلوه قد ايه. هضيف بقى رشه من الملح، وكمان رشه من الفلفل الاسود، وعندي كمان رشه من الكمون ورشه من الكزبره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وخدوا بالكم عشان الكبده ما بتطولش على النار. ضفت التوابل بتاعتي وقلبت الكبده كده تقلبتين، وهرجع اضيف معلقه كبيره من الخل. هنقلب برضو تقليبه واحده بس. وعندي بقى فلفل رومي متقطع كده برضو بالطول. عندي كمان فلفل حامي، لو بتحبوها سبايسي ضيفوا بقى الفلفل الحامي، لو مش بتحبوها سبايسي طبعا مش هتضيفوا الفلفل الحامي، بس هي لما بتبقى سبايسي بتبقى حلوه جدا. خلاص كده ضفنا الفلفل والفلفل بدأ يدبل معانا، والكبده بتاعتنا خلاص استوت. قبل ما نصفي بقى بحاجه بسيطه خالص هنضيف برضو عصير نص ليمونه. وخلاص كده الكبده بتاعتنا جهزت معانا. تعالوا بينا بقى نعمل الكبده المتشوحه كده في الزبده البلدي. عندي طاسه على النار فيها معلقتين كبار من الزبده البلدي او السمنه البلدي. نزلت كده عليها بحوالي ربع كيلو من الكبده. الكبده دي متقطعه كده مربعات. هنضيف بقى كده الكبده في الطاسه وهنشوح فيها شويه. وهضيف عليها بقى رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. وهضيف كمان يعني هزود كده في الفلفل الاسود شويه عشان هو اللي بيدي الكبده دي طعم حلو جدا. قلبت الكبده كده في الزبده البلدي مع الملح والفلفل. وخلاص كده الكبده بتاعتنا اتشوحت وطلعت قدامنا بالجمال اللي احنا شايفينه ده. بجد مش قادره اقول لكم الاتنين كان طعمهم حلو قد ايه. خطيره وسهله وطعمها كمان في منتهى الجمال. مفيش بقى وقت خالص، خدناه في المطبخ وعملنا احلى طاستين كبده بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. ناكلها بقى مع مكرونه، او نعملها كده سندوتشات في الفينو زي ما انا هعمل كده بالظبط، او كمان بقى مع عيش بلدي. هي هتبقى خطيره جدا في اي حاجه تتاكل معاها. بصوا بقى السندوتش بتاعنا عامل ازاي. عملنا احلى والذ واطعم سندوتش كبده اسكندراني. شايفين بقى كمان مع عصره ليمونه كده، مش قادره اقول لكم كان طعمه حلو قد ايه. ودي كمان طاسه الكبده اللي معموله بالسمنه البلدي. بجد يا جماعه جربوها، وانا متاكده ان هي هتعجبكم مع شويه مكرونه بقى كده. كله بقى احلى والذ واطعم كبده ممكن تجربوها. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا للفيديو لايك وشير.